في العام 88 انتهت الحرب العراقية الإيرانية، وتبارى المطربون والشعراء في الثناء على الرئيس صدام حسين ودوره في الحرب. غنت رباب أغنية بعنوان قادسية صدام، وقدمتها للتلفزيون العراقي، ولم تكن تعلم أن هذه الأغنية ستسبب لها الصعاب مستقبلا. رباب ظلمت كونها غنت لصدام أو للعراق، فهي لم تغني برغبتها مثل فنانين عراقيين كثر تعرضوا لهذا الأمر، لكن هي كانت مغصوبة مثلها مثل أي فنان عراقي آخر تعرض لهذا الموقف المؤلم في الموضوع. المعالجة التي تم من خلالها التعامل مع رباب، بينما كان هناك فنانين من العراق غادروا الكويت وعادوا، بينما أبعدت رباب عن الأراضي الكويتية بكل أسف. في 2 أغسطس عام 90 غزت القوات العراقية الكويت واحتلتها على مدى 7 أشهر. تسبب الغزو في قطيعة بين البلدين على كافة المستويات. دفعت رباب ثمن أغنية قادسية صدام بمنع دخولها إلى الكويت إلى الأبد. الغزو الغاشم، الفنانة رباب ما كانت في الكويت. قبل الغزو كانت موجودة، ولكن رباب حاشتها أزمة قلبية، فإحدى الشخصيات مشكورة، الشخصية هذه طبعا أخذت رباب إلى أمريكا وعملوا لها هناك عملية فتح قلب، وهي في أمريكا صار الغزو، فرباب زعلت وانزعجت إلى أبعد الحدود، فحاولت ترجع الكويت بشتى الطرق، ولكن ما قدرت تدش الكويت، فراحت وين؟ البحرين، وقعدت فترة في البحرين، ومن ثم انتقلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في إمارة الشارجة، وقعدت في الشارجة. طبعا أنا مريت عليها بعد التحرير، مريت عليها، فقالت لي أنور أبي أسوي أغاني للكويت، أبي أسوي أغاني دعم للكويت، أبي أسوي أغاني دعم الشرعية للكويت. أنا أعتبر بنت الكويت، وفعلا كلفتني أنا والشاعر لطيف المناي وعملنا أغاني للكويت، وهذا كان موقف من الفنانة الراحلة رباب للكويت. يعني الكويت لما سمعت انها انغزت من العراق حقيقة تأذت وايد، قالت يعني مستحيل اني انا احس ان الشيء هذا حصل. حاولت باي طريقة انها توصل للكويت، ما حصل يعني، لكن كثر ما هي متألمة من هذه الامور، يعني صحتها تعبت. استقرت افتكر في الامارات، في البحرين. المهم سافرت امريكا، وصار بيني وبينها اتصال، وقمت اسولف معاها، بس احس انها تعبانه من المرض، تعبانه من الحاله النفسيه اللي مرت فيها، مع ان رغم انها مريضه غنت للكويت وحبها للكويت، وكانت تعاني وهي تغني حقيقة. ساندت رباب للكويت خلال فترة الغزو العراقي، وقامت بتسجيل أغاني وطنية على حسابها الخاص، كان من بينها شد الحيل وكويت يا دانة وما خضعنا. غير أن هذه الأغاني لم تغير شيئا من موقف السلطات الكويتية بعدم منح الفنانة رباب الإذن لدخول البلاد. والله أنا أذكر أيام الغزو كلها موقف جميل جدا، أنها بعثت لنا فلوس في القاهرة، أول قاعدة تأخذ الفلوس عشان يسجلون أغاني عشان الكويت، فسجلنا فعلا أغنيتين أنا والأحد الأستاذ نور عبد الله، أغنية وطنية، وأخذت دورها في ذاك الوقت ونجحت. يعني حقيقة كانت تحب الكويت، وكانت يعني قبل 4 أيام من ما ماتت تقول لي ليت أحد ياخذني أبوس تراب الكويت وأرجع. فهذا قمة الوفاء من رباب الله يرحمها. يعني الأرض اللي تربت فيها ما نسيتها، فهذا دور يذكر لها، وهي تركت أثر إرث كبير من الأغاني في مكتبات الإذاعة والتلفزيونات العربية،
والحقيقة هي حتى لما ماتت أنا أحس أنها ماتت مظلومة رحمة الله عليها. تقول هي يعني دائما ان اهل الامارات ما قصروا معي يعني بشيء بصراحه، لكن انا من حبي للكويت وشغفي اني اروح يعني البلد اللي عشت فيها من عمري 6 أشهر وقعدت فيها طول الفتره، فكنت كانت هذه البلد هي اللي مخليه الحزن في قلبي، ان ليش اني انا ما رديت وقعدت فيها، يعني فيها شيء مكسورة من شيء يعني حتى لما كانت تغني يعني غنت الأيام بكت. كانت لما تشوفني حتى يعني لما أنا مثلا أغيب فترة تقول لي حس الكويت كلها جاية، الكويت أحسها كلها عندي جاية دبي، فلما أشوفها فتطيح دمعتي معاها مشكلة، يعني لأنها هي في حبها للكويت كانت تحب الكويت شيء مو طبيعي. تتذكر تقول لي الله أتذكر الدوار كان أتذكر مكان الشيراتون، أتذكر المرقاب، أتذكر المباركية ودي أروح أشرب شاي هناك، أتذكر لما حتى تحبني مسكينة لما تيجي تقول لي يا ريحة الكويت، يا ريحة الكويت، يعني شفته قدام عيني لما نسولف ونتكلم عن الكويت ما ترضى حد يتكلم عن الكويت، يعني حتى كلامها لما تتكلمه كلامها تحس انه في شيء، في حب للكويت عميق جدا يعني وتبكي وتصيح من قلبها. مرة اتذكر يعني تذكرت طفل صغير يبكي على امه. أتت الظروف وفرقتنا فجأة، أتت الظروف وفرقتنا فجأة، وبلا وداع بعدتني عنك، وبلا وداع بعدتني عنك. مهما قلنا ومهما حكينا لها محبة عند جمهورها قبل كل شيء. أرحب في فنانتنا الكبيرة الفنانة رباب، مساء الخير. مساء النور، يا هلا يا مرحبا، وشاكرا لمكالمتك. هذا الكلام اللي قلته بصراحة شاكرا لك، أنت تعبر عن السعودية كلها وعن الخليج كله. تسلم. فأنا هذا الكلام اللي قلته تاج على راسي وطوق ورقبتي. عاشت رباب سنوات عمرها الأخيرة في إمارة الشارقة، غير أنها تعرضت لانتكاسة صحية أدت إلى تدهور صحتها. في 2 يوليو من عام 2010 توفيت رباب في إمارة الشارقة. نعى عشاق صوت رباب رحيل الفنانة التي ارتبطت بذاكرتهم طويلا، ونقلت القنوات الفضائية والصحف خبر رحيل رباب إلى الأبد. الكويت غالية علي، فبرجع أتفاجأ أن رباب ما تدخل الكويت. شنو السبب؟ أن رباب متعاونة. وين تعاونت أنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، بس ما أقول إلا وقسم بالله والحين هذا للشعب الكويتي بقولها ومن عبر روتانا، قسم بالله يا الكويت عمري بحياتي ما جبت سيرتك بشي ردي، ولا رضيت على أحد يتكلم عليك قدامي بشي ردي، ولا عمري جبت سيرتك. الكويت أنا بلدي وربيت فيها. طيب نغني للكويت. أقول هذه الأغنية اللي أنا يمكن أنا قلت هذا الكلام عشان أبرئ نفسي قدام الجمهور الكويتي، قدام أرض الكويت وشيوخ الكويت، أبرئ نفسي والله العظيم، هذا قسم علي وعلى عمري إذا أنا مسوية شيء ضد الكويت ولا أرضى بأحد يتكلم عن الكويت.